وحياكم الله متابعاتي الغاليات سواء القديمات أو الجدد، كلكم بإذن الله راح تكونون مستفيدين في دورة الكوكيز الاحترافية. دورة مكثفة جدا على مدى أسبوعين، راح ننزلها يوميا بشكل غير معقول. نكهات، أشكال، تقديمات، طريقة الفرزنة، طريقة البيع، وصفات، كل شيء بإذن الله راح يكون في هذه الدورة. أتمنى يا رب فقط ما تنسوني من دعوة صالحة بظهر الغيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ مع بعض دورة الكوكيز. المشاريع راح يستفيدون. بسم الله. نبدأ بأهم شيء وهو الميزان الإلكتروني. إذا حطينا الوعاء ضروري نصفر الميزان عشان نقيس مقاديرنا بشكل سليم. عندي هنا زبدة بالكيلو، راح آخذ منها المقدار المناسب لوصفتي. بهذا الشكل نضمن إن ما في أي هدر، وإن وفرنا فلوسنا عشان مشاريعنا بإذن الله تكون ناجحة. بهالشكل وزننا بكل بساطة. أيضا الشوكولات نقيسه بنفس الطريقة بالميزان الإلكتروني. الميزان مهم يا بنات. راح استخدم هنا شوكولات هيرشي حبيبات. تقدرون تستخدمون أي نوع من الشوكولات اللي انتم تحبونه، سواء كان بلوك أو حبيبات أو أقراص. أحد أهم أسرار الكوكيز اللذيذ والطري هو استخدام السكر البني. بهذا الشكل دائما أحتفظ بقطعة توست مع السكر البني عشان يحافظ على الرطوبة. شوفوا معي، هذا هو السكر البني الرطب كيف يكون متماسك إذا ضغطناه كذا. تعرفين إن هذا السكر هو الرطب، ولازم تستخدمين هذا النوع عشان ينجح معك الكوكيز ويكون قمة اللذاذة. طريقة قياس السكر البني بواسطة الأكواب المعيارية لازم نقيسه بطريقة الضغط زي كذا عشان ينضغط ويتساوى لنا المقدار. بكذا عايرنا المقدار المطلوب بالضبط. نعبي جميع الفراغات بهالشكل وبعدين ننقله إلى وعاء الخلط. أيضا السكر نعتبره من النواشف ونقيسه بالأكواب المعيارية الخاصة بقياس النواشف. بهذا الشكل نضمن أن الكوكيز حقنا يكون بمعايير ثابتة. مهما سوينا الكوكيز أكثر من مرة بيكون نفس النتيجة. شفتوا كيف لما نعبيه بهذا الشكل نحطه بوعاء المقادير عشان نكمل كل باقي المقادير. والدقيق نقيسه بواسطة الأكواب المعيارية. ضروري تسوون هذه الحركة عشان ننزل أي زوائد دقيق ويكون المعيار جدا مثالي. نحطه في الوعاء ونكمل. المادة الرافعة للكوكيز هي بيكربونات الصوديوم، وهي أهم مكون للاستخدام مع الكوكيز. أيضا راح نقيسها بواسطة الملاعق المعيارية الخاصة بالنواشف. ناخذ مقدار المطلوب بواسطة ملاعق المعيارية وما نمليها جدا، لا تكون مسطحة. بهذا الشكل نضمن نجاح الكوكيز. وأيضا رشة الملح ضرورية جدا. وبكذا سوينا وقسنا مقاديرنا بالمقاييس والمعايير الصحيحة الثابتة المثالية عشان نخلط ونبدأ بالكوكيز. لازم يكون كل شيء قدامنا، من سباتشولا، من ملعقة الآيس كريم، الخلاط، الأكواب المعيارية نستخدمها دائما مع الكوكيز عشان يعطينا نفس النتيجة المثالية مرارا وتكرارا، ونبدأ نسوي فيه مشروعنا الناجح بإذن الله. راح أضيف هنا النواشف على بعض اللي هي الدقيق والبيكنج صودا والملح. راح استخدم الخلاط الكهربائي، ولكن ما يمنع تستخدمون المضرب اليدوي. اللي تستخدم نفس خلاطي تستخدم دائما مضرب البادل. هو أحد أسرار نجاح الكوكيز، بحيث نضرب الزبدة فيه مدة طويلة حتى تكون كريمية وجميلة وتعطينا قوام جدا خفيف، عشان هذا القوام هو اللي راح يكون أساس صنع الكوكيز. إذا كنتي تخبزين الكوكيز بدون تبريد ضروري تشغلين الفرن عشان يتسخن مسبقا قبل لا تبدأين بالخلط. بسم الله. نبدأ نضيف المقادير اللي وزناها وجهزناها بهالشكل مع تركيب مضرب البادل. وأيضا راح نضيف البيض والسكر البني الرطب
والسكر الأبيض. نخلط المقادير اللي حطيناها بالخلاط على سرعة عالية لمدة طويلة حتى يعطينا مزيج فاتح وخفيف وكريمي. شوفوا القوام كيف صار خفيف وجدا جميل. راح نكشط الحواف عشان ننزل أي سكر موجود على الأطراف. الآن راح ننخل النواشف بواسطة منخل الكوب. هذا المنخل جدا جميل عشان ينخل لنا جميع النواشف بسرعة فائقة. نبدأ نخلط النواشف بسرعة بسيطة وبطيئة عشان ما يتطاير علينا الدقيق. وأيضا معلومة الجلوتين جدا مهمة، وهي إنه ممنوع نخلط الدقيق أطول من اللزوم. مجرد ما يختفي الدقيق نوقف خلط على طول عشان ما يتكون الجلوتين. الجلوتين يسبب قساوة الكوكيز، احنا نبغاه لين وطري وخفيف ومنفوش. شوفوا عجينة الكوكيز كيف لونها صار جدا جميل ومغري، وبنفس الوقت قوامها لين جدا ولكن ما يتلصق بهذا الشكل. هذا هو القوام المثالي للكوكيز. راح اخذ جزء منها واخليه على جنب، والباقي راح انزل عليه شوكولات الحبيبات اللي وزناه بالميزان. نقلب تقليبة بسيطة حتى تدخل وتتمازج حبيبات الهيرشي بالعجينة. ما نطول خلط عشان ما يتكون الجلوتين. ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه عجينة الكوكيز الكلاسيكي الأصلي. راح نبدأ الحين نحط حصيرة المخصصة للكوكيز على صينية الكوكيز. هذه الحصيرة جدا مهمة لخبازة الكوكيز. شوفوا قوامها كيف مصنوعة من ألياف خاصة مانعة للالتصاق وتقلل احتراق الكوكيز، والتحمير من تحت يكون جدا مثالي. هذه هي حصيرة الكوكيز حتى يكون مرسوم عليها دوائر عشان توزعين فيها الكوكيز أو الحلا أو المعمول. باستخدام ملعقة الآيس كريم راح نغرف هذا المقدار. شفتوا كيف ملعقة الآيس كريم راح تعطينا مقدار ثابت وجميل ومتناسق جدا. بهذا الشكل ننزلها على اليد ونكورها عشان تعطينا أشكال جدا جميلة للكوكيز وما تكون فيها أي احتراق أو احمرار، ونحطها على الحصيرة مباشرة. أيضا تكنيك آخر لصناعة الكوكيز هو إنك تحطين حبات الشوكولات داخل الملعقة بهالشكل، تضغطين كويس عشان حبات الشوكولات كلها تلصق على عجينة الكوكيز. وبعد كذا راح نطلعها براحة اليد. شوفوا كيف الشكل جميل جدا ومتناغم ومتداخل. نحطها على طول على حصيرة الكوكيز. وأيضا تقدرين تستخدمين حبة كندر وبعدين نفس الكلام ترصين عليها العجينة كويس. المجال جدا واسع يا بنات، وتقدرون تستخدمون أي نوع، بس أهم شيء تأكدوا أنكم ترصون العجينة كويس. بعد كذا تطلعونها وتحطونها على الحصيرة. وأيضا الكوكيز المحشي طريقته جدا بسيطة باستخدام حبات الشوكولات البلجيكي. لازم تحطونها داخل بقلب عجينة الكوكيز وتسكرونها كويس جدا جدا عشان تذوب مع الحرارة داخل ولا تطلع برا. بهذا الشكل أكورها كويس وأحطها على الحصيرة. مو شرط بلجيكي، أي نوع يضبط. هنا قدامكم راح أسوي الجلاكسي. ما في أسهل من هذه الحشوة، جدا بسيطة وجدا سهلة. وأيضا راح أحط معاها بلجيكي عشان تعطي لذاذة مو طبيعية للكوكيز. أسكرها كويس كويس بهالشكل وأكورها، وبعدين أحطها جنب صديقاتها على حصيرة الكوكيز. نصف حبات الكوكيز على الحصيرة الخاصة بالكوكيز الاحترافية المانعة للالتصاق بهذا الشكل، ونخبزها في فرن مسبق التسخين. ضروري تحطون صينية الكوكيز بالرف الوسطي عشان تستوي بشكل احترافي. وهذا الكوكيز المحشي اللذيذ والجميل راح ندخله للفرن. بعد ما استوى شوفوا معي جمال الكوكيز. ننقل حبات الكوكيز على شبك التبريد عشان الصينية حارة ما نبغاها تكمل سوا. هذا هو التحمير الاحترافي لحبة الكوكيز باستخدام حصيرة الكوكيز. نبدأ بمرحلة التزيين، وهذه المرحلة اختيارية على حسب الذوق. تقدرين تزينينها بالنوتيلا أو على حسب نكهة الحشوات. أنا هنا عندي نوتيلا حطيتها بكيس وقاعدة أضغطها بهذا الشكل. والنوع الثالث اللي راح أسوي معاكم هو الكب كوكيز بواسطة قالب الكب كيك. راح أبخها بالزيت بهالشكل، يكون البخ متوازن ومتوزع بشكل كويس عشان ما يلصق معانا.
بواسطة العجينة اللي خليتها على جنب بدون حبات راح أغرفها بالملعقة وأحطها بوسط الفجوات. بسم الله، بواسطة كباسة الكوكيز راح أكبس حبات الكوكيز بهالشكل وأطلعها. طبعا أكون باخة حتى الكباسة بالزيت. شوفوا الشكل كيف جميل ومرتب، هذه فايدة الكباسة الخشبية. الكب كوكيز بعد ما طلعناه من الفرن لما ينتفخ وهو حار نحاول نكبسه شوي بالكباسة الخشبية عشان يرجع إلى شكله الجميل والمتماسك، ونستغل بنفس الوقت حرارة الكوكيز أول ما يطلع من الفرن. لما برد وتماسك راح نطلعه بالراحة. شوفوا قالب الكب كيك قد إيش احترافي، مستحيل يلصق عليه لأن بخيناه بزيت البخاخ. خلاص صار الكوكيز بحرارة الغرفة. الحين نبدأ نحشيه بالحشوات المرغوبة. أنا هنا راح أحشيه قناش الشوكولات. وبكذا كملنا تزيين الكوكيز الكلاسيكي الاحترافي، وأتمنى من قلبي أن الدورة ومحاورها حازت على رضاكم وإعجابكم. جميع الأصناف كلها بعجينة واحدة وتنتج لكم كمية كبيرة. مرة سعيدة بالنتيجة وأنتظر تطبيقاتكم.